بص كده وركز على خط دفاع الوداد، سايبين المهاجمين الخصم يستلموا ويسلموا ويشوطوا ويباصوا ويعملوا كل حاجة في ال 18 بتاعهم. النادي الاهلي هيكسب الوداد المغربي في نهائي دوري ابطال افريقيا، والوداد المغربي هيكسب الاهلي وياخد دوري ابطال افريقيا. طبعا انت بتتفرج على الفيديو ده وبتقول الراجل ده مش فاهم اي حاجة في اي حاجة. تابع الفيديو للاخر وركز، وما تنساش اللايك والمتابعة وكومنت تقول رأيك وتوقعاتك. اول حاجه الفريق اللي هيذاكر الماتش هو اللي هيكسب، مش الفريق اللي هيتمرن اكتر. لو هنقيم الفرقتين الاهلي والوداد هنلاقي مفيش اي فرق، والفرقتين مستواهم قريب من بعض. ولو هنتكلم عن الدافع الاكبر والاصرار والعامل النفسي للفريقين هنلاقي ان فريق الاهلي صاعد من دور المجموعات بتوفيق كبير جدا، ولما صعد بقى عنده اصرار كبير جدا ان هو ياخد البطوله. غير كده ان ما كانش حد متوقعه انه يصعد من دور المجموعات ويوصل للنهائي، فعشان كده عنده عامل نفسي وعايز يتحدى الجميع. الناس اللي كانت بتنتقده ان هو خلاص مش هياخد البطوله دي ومش هيعمل فيها حاجه وهيطلع من دور المجموعات، وبقى عنده تحدي كبير جدا بينه وبين نفسه والبطوله دي بالذات، ان هو يثبت للناس اللي كانت ضده ان هو النادي الاهلي هيفضل النادي الاهلي في اسوأ حالاته. عندك بقى فريق الوداد بعد ما خرج صن داونز من البطوله وصعد على حسابه نهائي دوري ابطال افريقيا، بقى عنده دافع قوي لان صن داونز كان المرشح الاقوى والاول للبطوله، فعشان كده الوداد بقى عنده حافز وعنده حاله معنويه ان هو خلاص هياخد البطوله. نيجي بقى لاهم حاجه، مين اللي هيكسب؟ ويعني ايه الفريق اللي هيذاكر الماتش هو اللي هيكسب مش الفريق اللي هيتمرن؟ اللي اتفرج على اخر ماتشين للوداد وللاهلي في دوري ابطال افريقيا هيلاقي ان الفرقتين كتاب مفتوح وسهل جدا ان اي فريق فيهم يخسر. طبعا كل فريق ليه مميزات وعيوب. عندك فريق الوداد عنده مميزات وعنده كوارث وعيوب في خط الدفاع والتمركز، حاجة يعني من السهل ان اي فريق يكسبه وبكل سهولة. بص كده وركز على خط دفاع الوداد، سايبين المهاجمين الخصم يستلموا ويسلموا ويشوطوا ويباصوا ويعملوا كل حاجة في ال 18 بتاعهم. عشان كده من السهل جدا ان خط هجوم الاهلي يلعب على خط دفاع الوداد في ال 18 في المنطقة، لو لعب بهدوء وتركيز واستلم وسلم وبقى في انسجام في خط الهجوم هيجيب اجوان وهيعمل اداء عالمي. عندك كمان خط دفاع الوداد ممكن ينضرب بكل سهوله لان مفيش تمركز ولا في التفاهم بينهم يقفوا على خط واحد، ولو الاهلي لعب هجمات مرتده او هجمات سريعه هيقدر يضرب خط دفاع الوداد بكل سهوله لانه ما بيعرفش يقف على خط واحد. الخلاصه بقى ان تمركز خط دفاع الوداد سيء جدا ومن السهل ان الاهلي يكسب. اهم ميزه في خط هجوم الوداد ان خط الهجوم بيجي من الخلف الى الامام كويس جدا وبيسبب خطوره كبيره على فريق الخصم، غير انه بيعرف يلعب بالراس كويس جدا وبيعرف يلعب الكور الثابته. يعني هيبقى في خطوره في الكور الثابته على خط دفاع الاهلي وعلى النادي الاهلي. المرتده السريعه للوداد هتشكل خطوره كبيره جدا على النادي الاهلي. عشان الاهلي يفوز على الوداد لازم يكون في عدد هجومي مناسب داخل 18 فريق الوداد المغربي، ويكون فيه هدوء تام في التمريرات والاستلام والتسليم داخل ال 18 هيقدر يجيب اهداف بكل سهوله. في ظل ما الاهلي بيهاجم لازم ياخد باله من الهجمات المرتده كويس جدا. نتكلم بقى على عيوب ومشاكل الاهلي. لو اي فريق لعب على الاهلي ضغط هجوم عالي من قدام بيسبب للاهلي مشاكل كبيره جدا. وفي الاول والاخر نهائي عربي بين دولتين ما بينهم كل حب وموده، نتمنى يكون نهائي ممتع من غير تعصب، وبالتوفيق للجميع. السلام عليكم.